السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم على مدونة دروس ويب. اليوم سوف نتطرق لكيفية إنشاء فقرة أو عبارة أو كتابة كود يجعل الفقرة تظهر بشكل غليظ وفقرة تظهر بشكل رقيق، ما يسمى الجا والإيطاليك سترونج كذلك. لهذا سوف نذهب إلى محرر نوت باد بليز بليز. نكتب الوسم ب هكذا، من أجل أننا قلنا سوف نكتب فقرة. نكتب جملة، أنا جملة، نكتب أنا جملة غليظة 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 هكذا. وكذلك نذهب هنا ونضع كذلك فقرة أخرى ونغلق الوسم هكذا، ونكتب أنا جملة رقيقة، أنا جملة رقيقة هكذا. نعم، سوف نقوم بالحفظ ثم عمل ريفرش. نعم، أنا جملة غليظة، أنا جملة رقيقة. سوف نضيف الوسم سترونج هكذا. عفوا، لم أغير اللغة. نضع الوسم سترونج هكذا على ما أظن. نعم، نغلق الوسم سترونج. هنا سوف نحفظ، نقوم بعمل ريفرش لنرى. نعم، لقد تم تغيير الحجم فقط للمقارنة. هنا نضيف ام، أي هذا الوسم يعني إيطاليك ام. كنترول اس، نقوم بالحفظ، نعمل ريفرش. نعم، أنا جملة رقيقة لقد تم تغييرها. كذلك يوجد سوف نقوم بحذف هذا الوسم الذي كتبناه هنا وعمل ريفرش. نقوم بالنسخ. هناك طريقة أخرى التي هي نكتب ب هكذا، ب من أجل جعل جملة غليظة. لقد تم الحفظ، نقوم بعمل ريفرش. نعم، هناك خاصيتين، إما كتابة سترونج أو ب. إلى هنا لقد أنهينا هذه الفقرة. نلقاكم في فقرة مقبلة إن شاء الله. شكرا على حسن تتبعكم. لا تبخلوا علينا بلايك وسبسكرايب على قناتنا على اليوتيوب، وكذلك دعوة أصدقائكم من أجل تسجيل إعجابهم بصفحتنا على الفيسبوك. شكرا من جديد.